انا فرحانه التواجد ديالي بافتتاح مهرجان العيطه الدوره 22. انا من 2016 وانا تنخدم في هذا المهرجان هذا. شكرا لوزاره الثقافه على الفرصه اللي كتعطينا حنا كشباب حاملين مشعل العيطه. وما ننساش وتفوتني اللحظه ونبغي نترحم على الراحل الاستاذ محمد بوحميد اللي كيرجع ليه الفضل في استمراريه هذا المهرجان. وشكرا لكاع الشيوخ اللي حضروا معنا اليوم، وشكرا لهذا الجمهور الغزال اللي رافقنا، وشكرا للصحافه. انا البدايات ديالي كانت عندي المجموعه ديالي وتلمت على يد الاستاذ اللي كنوجه ليه تحيه على الرويحه، وكان شيخ ديالي هو اللي تعلمت معاه وتلمت على يده وكرجع ليه الفضل. وكانت عندي المجموعه ديالي ومازال عندي المجموعه ديالي، ولكن دابا عندي جوج مجموعات، عندي مجموعه ديالي الشباب وعندي مجموعه ديال الرواد اللي انا انضميت للفرقه ديالهم، مجموعه ولاد بن عقيده الله يطول في عمرهم. في الوقت اللي كاين بزاف الشابات والشبان اللي كيتعاطاو النمط الغربي ولا النمط الصهيوني، هذا السهام تعاطات النمط الشعبي اللي هو العيط. الميول ديالي وحبي للعيطه الحسباويه، وانا ياما ما مشيتش في التيار اللي مشاو فيه البنات كاملين ديال الشعبي والاغنيه الخفيفه. كيبقى كل واحد وكيف كيرتاح وكل واحد كيفاش كيخدم. انا مرتاحه الحمد لله في العيطه، واخا كنعرفوا بان العيطه راه ماشي سهله والطريق ديالها صعيبه بزاف، ولكن حنا كنحاولوا نديروا جهدنا وما كنخلوش هذا الشيء ياثر علينا. وكنبغي ناشد كاع الناس المسؤولين انهم يمدوا يد المساعده لهاد الناس اللي تيخدموا هذا التراث لا مادي، ويقدموا لهم المساعدات ويحطوهم في مهرجانات اخرين، لانه ما شيوخ عندنا على رؤوس الاصابع وتيخدموا واحد الماده اللي هي في حافه الانقراض. كيفاش يبان لك الواقع والمستقبل ديال العيط، خاصة العيطة العبدية؟ كنديروا مجهود انه نمشوا بالعيطة العبدية بعيد. الحمد لله راه تبارك الله كانت من شحال هادي عليها علاش حفظنا حنا، وحنا كنشوفوا حاليا، انا كنهضر على حاليا صعيب تمشي بالعيطة بعيد، وكنحاولوا نديروا جهدنا واكثر من جهدنا. والحمد لله انا فيما مشيت كنغني العيطة لا في المغرب ولا خارج المغرب، وهذا هو الهدف ديالي ان شاء الله بحول الله. شكرا. بارك الله.